كان يا مكان في يوم من الأيام ظهر كتاب سحري عجيب في حديقة إياد وميان، ومعاهم أختهم الصغيرة ليان. ومن ساعتها بدأوا رحلات سحرية علشان يبقوا من الأبطال الصغار. يلا بينا نبدأ الحكاية. كان يوم عادي في أوضة اللعب. إياد اتنرفز وزق ميان بعيد. ميان وقعت وقلبها وجعها، وليان اتفزعت. ماما دخلت فجأة وبصت لإياد بصدمة. ليه كده يا إياد؟ الكلمة الحلوة أحلى من الزقة. إياد قعد ساكت وميان كانت لسه حزينة. وفجأة كتاب غريب على الأرض بدأ ينور. نور ذهبي خرج منه وبصوا عليه كلهم باندهاش. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ الكتاب خدهم لعالم تاني. قدامهم باب كبير مكتوب عليه باب القلوب. إياد حاول يفتحه لكنه ما اتفتحش. طلع ليهم طائر صغير وقال: الباب ده مش بيتفتح بالقوة، بيتفتح بالقلب. إياد لف الميان وقال لها: آسف يا توتة. نور خرج من الباب وبدأ يتفتح شوية شوية. لما حضن ليان الباب فتح كله. أصل الكلمة الحلوة بتفتح القلوب. رجعوا لأوضتهم وإياد بقى طيب مع ميان، بيساعدها وبيضحك معاها. كلهم كانوا مبسوطين وماما كانت فخورة بيهم. والكتاب قفل صفحته وكتب فيها: الكلمة الحلوة تفتح قلوب اللي حواليك. واو! إياد وميان وليان قدروا يكسبوا نجمة ذهبية جديدة، بس السر الكبير لسه مستني. تفتكروا إيه اللي هيحصل لما يجمعوا كل النجوم؟ استنونا في المغامرة الجاية من حكايات الميني هيروز، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة.